موضوع نجران اللي قاموا فيه، يعني نعجز عن تقديم الشكر لاخواننا في المملكه. خلينا نشوف لقطات من الاستقبال اللي سووه الاخوان، وبعدين راح نتكلم مع ابو حمود عن هالاستقبال. مشكورين اخواننا في المملكه وفي نجران بالتحديد. عرفنا على الاستقبال هذا ابو ناصر. هذا ابو سعيد يسمونه عند اهل الجنوب اللي بالمملكه العربيه السعوديه يسمونه الزامل، اللي هي لما تكون عند ابو سعيد عندكم مناسبه، اكون انا واخواني وعيال عمي احنا رايحين لك للفرح، لازم نكون مسوين قصيده ولازم كلنا نرددها بصوت عالي. وبالنهايه القصيده نقول لكم احنا فلان ال فلان جايين نبارك لكم. هذا النظام عندهم باهل الجنوب. شيء طيب والله. تقول لي ابو حمود ماكو احد فيهم يعرف قصايد. لا ما يصير، يعني عائله بتتكون من 10 او 15 او 20 لازم عندهم. وقال لي بداح الهاجري يترجم لكم. هي منطقه الهواجر معروفه. لا 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 هي يعني تنتمي يعني للقحاطين عجمان. ايش عرف بداح الهاجري؟ الهاجري دائما قحطاني ترى يعني. اوكي. وين هذا الاستقبال كان ابو حمود؟ هو كان اول شيء امانه قبل ما ادش حق الاستقبال عزيز لازم اشكر اعضاء مجلس اداره نادي نجران على حفاوه الاستقبال امانه اللي حظينا فيها من اول يوم لاخر يوم طلعنا، وهذا شيء مو غريب على اهل المملكه بشكل عام وعلى اهل نجران بشكل خاص. هذا طبعا الحفل صار يمكن بمنتزه يسمونه منتزه الملك فهد، وهذه يمكن لها قصه امانه احنا عرفناها تالي، يعني انه كانت يعني مجموعه من القبائل كان في خلاف على هذه الارض، وبعد ذلك القبائل هذه يعني هبوا هذه الارض الى الحكومه وعملوا فيها منتزه سموه منتزه الملك فهد. شيء امانه يعني يمكن هذا اليوم كان حافل بالنسبه حق نادي السالميه، لانه هو تحديدا كان يوم الاثنين دوله بنجران، يعني بنعرف شنو نجران. الاخوان جزاهم الله خير اعضاء مجلس اداره نادي نجران وفروا لنا كل سبل على قولتهم الراحه والترفيه بهذا اليوم. رحنا فيها زرنا فيها موقعة الخدود اللي صار مذكوره بالقران بصوره البروج، وايضا اشياء يعني صراحه حلوه. عشان كذا خليتهم يفوزون؟ لا هذا الفوز هم يستاهلون فيه، ولكن يعني له ظروفه، ولكن يبقى ان الاستقبال اللي احنا حظينا فيه يعلم الله انه له الشكر والتقدير. ان شاء الله الشيخ تركي وانت والسالميه راح تستقبلونهم افضل من كذي. لازم يسوون زامل بعد. لازم يسوون زامل. على طار الزامل وابو ناصر، الزامل صدق يعني احنا حتى احنا نسال يقول اللي يطلع قال ترى شفت الموجودين هذول كلهم باللاين، ترى فيهم الدكتور والمهندس والمدرس، يعني هم مو فرقه، هم جايين الناس ما تفضل اخوي ابو ناصر يتجمعون لان يبينون حفاوه الاستقبال لاهل النجران. يونس دشتي يجيب لهم هبان. خلينا نوريهم الهبان حق ابناء نجران. نروح حق فاصل وبعد ذلك نعم.